السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ومعاكم احمد عبد الغني، وجينا في رسالة من رسائل. رسالتنا النهاردة: عيشها بسعادة علشان ملهاش اعادة. طبعا حياتنا نعيشها بسعادة عشان هي اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، والحياة لما بتروح مش هنرجع ليها تاني، ولكن هنروح لدار البقاء عند الله سبحانه وتعالى. فلازم نعيشها بسعادة. هتعيشها بسعادة ازاي؟ تعيشها بسعادة انك انت ترضى بقضاء الله عليك سبحانه وتعالى، انك انت ترضى بكل حاجة ربنا كاتبها لك، ان ربنا قدر لك النعم فتشكر عشان ربنا يزيدك. كل ما تشكر ربنا كل ما ربنا يزيدك من نعمه. وان قدر لك الاختبار او الابتلاء فاصبر، فربنا سبحانه وتعالى بيبشر كل الصابرين، بيبشرهم بكل خير، خيرات كتير جدا بلا حدود. فانت طبعا لما بتصبر على اي ابتلاء او على اي اختبار، هو ربنا بيبدا يقيس ايمانك وبيقيس يقينك بالله سبحانه وتعالى عند صبرك لما بتتعرض لاي مشكله او اي ازمه. فعشان خاطر انك انت تنول السعاده، انك انت ترضى باللي ربنا كاتبه لك ايا كان، سواء كان خير في نعم ليك كتير فاشكر عشان ربنا يزيدك، ولو كان اختبار وابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى فاصبر عشان ربنا يكرمك ويزيدك بكل خير. السعاده هي الرضا. اوعى تنسى عيشها بسعاده علشان ملهاش عادة. اشوفكم على خير باذن الله في رساله جديده من رسائل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.